دياجو سيميوني من احسن 5 مدربين في التاريخ. ديمبلي لعيب احسن بكتير من امبابي. تييري هنري لاعب محلي. دي آراء كروية مثيرة للجدل، شوية منهم فعلا مصدقين اللي بيقولوه ده رأيهم الحقيقي، وشوية منهم بيحوروا وبيحاولوا يضحكوا علينا. والنهارده هنقابل واحد منهم ونحاول نكشف مين فيهم بيحور ومين فيهم فعلا مصدق اللي بيقوله، وفي آخر الفيديو هنشوف مين فينا قدر يخمن أكتر عدد منهم صح. انا جاي من اخر بلاد الله، فانا مش هعدي الحلقه دي من غير مكسب. هنشوف بقى تجيبوا اراء كده هلقط. انا جاي النهارده متحمس جدا اسمع شويه اراء جدليه وشويه هبد زي الفل، واكتشف بقى مدى سنساتي ويعني ايه بقى قدراتي الاستخباراتيه في ان انا اكتشف مين اللي بيكذب ومين اللي بيقول كلام صح. والنهارده كده انا يعني اليومين دول بتوعي، فانا هكسب مفيهاش كلام يعني. ضيفين النهارده ضاربين مشوار طويل قوي عشان يجوا، فمن اول مره يا ريت حد فيهم هو اللي يكسب. جاهزين؟ جاهزين، يلا بينا. جاهز يا باشا. الراجل ده جاي من استراليا مخصوص يسمع اراء الناس. لا انا يعني ربنا جاي من الشيخ زايد. هي يعني انا ما اظنش انت جاهز للاراء اللي هتسمعها. لا جاهز؟ انا مهيئ نفسي. طب مين اللي هيكسب؟ انت. ماشي، الراجل جاي من بعيد الصراحه. اللي جاي ضرب اصلا بصراحه على المسافه اللي ضاربها انا عايز نفوتها لي. فوتها لك. ماشي. وانتوا كمان يا جماعه العبوا معانا وشوفوا هتجيبوا كام واحد صح، ويلا ندخل اول مشجع. من اول لا انا حسيت مش مطمن له. ايه الاخبار؟ اسمك ايه؟ مروان 19 ماشي. سنه. وبتشجع مين يا مروان؟ توتنهام. بتشجع ده انت جاي لي انا بقى. ده انت جاي لي. بتشجع توتنهام. طب ايه رايك الجدلي؟ ان توتنهام بوشيتينيو اقوى فريق انجليزي في اخر 15 سنه. ان توتنهام بوشيتينو لعب من 2016 ل 2019 يعني 14 كمان. والله قليل يعني المده دي توتنهام بتاع من 16 ل 19 اجمد فريق. ده اقوى فريق انجليزي انت شفته في اخر 15 سنه. 15 سنه اللي هو من 2010 يعني من مانشيني مع السيتي ولحقنا حته من 2013 مثلا لحد ماشي. وسيتي جوارديولا. ما هو الفكره في ايه؟ انا بقارن 11 ب 11، يعني 11 لعيب دول قصاد 11 لعيب دول، سيبك من الدكه، يعني دكه دول غير دكه دول تماما. خط دفاع بوتشيتينو كان فيه مين؟ كان في روز ووكر وتوبي الدرفايرلد وفيرتونجن. بدايلهم مين؟ لا كان بدايل طرش. تريبير بقى ماشي قول لي. ماشي تريبير ومين تاني؟ كان ديفيز صح كده. والاحتياطي كان فورم اللوريس، والسنتر باكات كان داير بيلعب سنتر باك. دي حقيقه. ده متحفظ كويس. لا ممكن. طيب مش بشجع توتنهام اصلا. طب انا شجعت توتنهام في الفتره دي، يعني الفتره دي يعني انت لما بتقول اقوى فريق انجليزي قصدك ك 11 لعيب ولا كالفرقه عامه اللي لعبها حتى لو لعيبه مش اقوى لعيبه؟ ك 11 لعيب وكلاعب الفرقه الاثنين. يمكن الدكه دي اللي هي كانت اللي ما خلتهمش يكسبوا بطولات. اصلا كنت لسه هقول لك ازاي اقوى فريق انجليزي في اخر 15 سنه ما خدش ولا بطوله. ما هي برضه عشان حاجتين، خبره. في اول خبره يعني بوشيتينيو دي كانت اول تجربه حقيقيه ليه، قبلها كان اسبانيول بقى وساوثهامبتون، غير جوارديولا وكلوب دول جايين اصلا الدوري ده نجوم، فيمكن الخبره دي. وتاني حاجه طبعا ايه، اللعيبه كلها صغيره وشباب وهو لسه جايبهم. تاني حاجه بقى طبعا يعني الحظ، يعني الراجل لحد اخر كام متر في كل سنه بيبقى خلاص شعره. فاينل كاس، اول سنه ليه كاس رابطه، تاني دوري 82 نقطه ولا حاجه، فاينل تشامبيونز ليج، يعني دايما بيفضل له الحته الاخيره دي، والحظ يعني هو بيشجع توتنهام. هو بيشجع توتنهام. أظن بس هو بقى مقتنع برأيه ولا لا؟ طيب يعني ايه تعريفك لكلمه اقوى سكواد؟ يعني انت مثلا لو لعبت في الفيفا مثلا هتلاقي دول تسعينات ودول تمانينات مثلا، ولا اقوى كامتع، ولا كاقوى محدش يقدر عليهم؟ ك 11 لعيب، يعني الاربعه لعيبه اللي بيلعبوا قدام هاري كين، سون، إريكسون وديلي ألي في 2016 الاربعه كل واحد فيهم لوحده معدي 70-80 مليون، وده كان من 10 سنين كتير، يعني هو النهارده كتير، فاهم يعني 10 سنين كان عامل ازاي؟ يعني خط الهجوم ده مثلا اقوى من السنه لما كان في البيك مع اجويرو مع ستيرلينج. الفرقه دي جابت 100 تحتيهم كيفن جابوا 100 نقطه. جابوا 100 نقطه دول السنتورين. اقوى مثلا من صلاح وفيرمينو وماني. اقوى من صلاح يعني لا ممكن صلاح، يعني صلاح يتحط مكان إريكسون عشان انت مصري بس. لا والله بجد. يعني انا فرقه اصلا ليفربول 2019 دي ما خدش منها غير صلاح وفان دايك. من باب وفان دايك 2019 مش بتاع دلوقتي ده، ولا أليسون حتى، ولا ارنولد ولا روبرتسون. ده ووكر اللي بيلعب باك رايت ساعتها، فبالنسبه لي يعني دي ما فيهاش مقارنه. ممكن اللي تبقى ناحيه الشمال ما تاخدش روبرتسون على روز. انا اسف معلش. طبعا اتفضل.
دي ممكن 50 انت 50 كل ما نقول له روبرتسون. ولا دي لا بس هو روبرتسون بس عشان في الفتره دي، يعني روبرتسون كان في 2019 ماشي، لكن روبرتسون دلوقتي طبعا ده نص ملعب التيم بتاع توتنهام ده. ديمبيلي وديلي الي ديمبلي تمام جامد، ده رهيب. جامد، كله بيقعد يشكر لا 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 فيه ديمبلي ده، لا لا ديمبلي ده مش طبيعي بجد يعني. وديلي في الي في 80 البيك. يمكن. دالي الي كان في الكام، هو كان ايه، هو السنه ولا كان في اثنين اللي الأول ما في طلع كان كان بيك فيه وبعد كده في وقع. فتره كان ماسك نفسه وكان قوي. معاهم اريكسن ثالث. لا اريكسن كان بيلعب على اليمين وكان بيلعب في نص الملعب. سيسوكو اوقات ولا سيسوكو ونياما. ونياما بص برضه هو شويه. كده بيشجع توتنهام زي ما اه، قلت يعني، لأن هو مستحيل يحفظ كل المعلومات لا دي. طبعا. بس هل الراي يعني انت كنت تسال ايه على بيك ووكر ولا بيك ارنولد؟ بيك ووكر في توتنهام اعلى ولا السيتي؟ لا في توتنهام بالنسبه لي. يعني يعني راجل. الفورمه بتاعت ووكر في توتنهام احسن من اللي شفناه بعد كده في سيتي لما راح. بالنسبه لي انا ده كان باك يمين عادي يعني، طب مين كويس يعني. طب مين اللي كان الرايت باك بعد ما ووكر راح سيتي؟ تريبير. لا كان في واحد لاعب رايت باك اول ما ووكر راح السيتي، فاكر كان مين؟ لا مش كان كايل ووكر بيترز حاجه كده. أيوة. في واحد نفس الاسم. بعد كده حتى لو قلت اي لعيب هيمشي اللي هو لا بس مش هيجيبه. اللي راح ساوثهامبتون بعد كده. لا بس كويس قعد الواد ده. قعد فتره مع تريبير اصلا وكانوا تريبير كان حلو، تريبير كان حلو. اعتقد بعدين لحق راح- مورينيو اصلا. بس انا برضو مش شايف ان ده راي منطقي، لان كانك مثلا جيت قلت اتلتيكو بتاعت مثلا اخر 5 سنين احسن فرقه في اسبانيا. طب ما هو ما بياخدوش بطولات ليه لو هم احسن فرقه؟ انت حتى ما قلتش في كان ممكن او كده بتقول هم احسن فرقه، ما خدوش بقى بطوله. يعني الرباعي الدفاعي بتاع توتنهام في عز البيك اللي انت قلته اقوى من الرباعي اللي اخد بطولة تشامبيونز ليج مع السيتي. اخر البطولة الوحيدة. ما فيش غير واحد. هي دي. بالنسبه لي بس انا هقول لك حاجه على موضوع الحظ ده. انت ذكرت 2016 اقرب سنه كان، او من اقرب السنين لتوتنهام 16 17 15 16 لاستر خدوا الدوري، فانت ما فيش حجه انك تخسر دوري للاستر. في السنه دي توتنهام طلع كام تاني ولا ثالث ارسنال. ومين اللي بس اللي بعدها طلعوا مين تاني. اللي خسر طيب توتنهام الدوري؟ تشيلسي. مين اللي جاب الجون؟ هازارد. ده كان جون خيالي يعني. شهير يعني. طب يعني انت شايف ان فرقه 16 19 دي ما بين الثلاث سنين دول اقوى من سيتي اللي خدوا الدوري ب 100 نقطه، اقوى من ليفربول اللي كانوا تحت كلوب مع اي سنه اي سنه فعلا اي سنين سنه ليفربول حلوين يعني. لا بس هو يعني كاسامي انا مش فرقه كاسامي، ما انا مش فاهم لحد دلوقتي فرقة أرسنال دلوقتي دي ايه مخ- معايير يعني قول لي. لا انا كاسامي توتنهام احسن بالنسبه لي من ارسنال. ما اخدش منها غير رايس يلعب جنب ديمبيلي قدامهم ديلي الي وبس كده. يعني فرقه ارسنال دي ما اخدش منها مارتينيلي ولا تونخن والدرفيلد احسن من صليبه ومجالس. كانوش واخدين نفس الهايب. بس انا بالنسبه لي ليه احسن لا كلعيبه من جابرييل وساليبا. كانوا يعني كان خط دفاع متماسك يعني انت ممكن تقول مثلا ان بالنسبة لي توتنهام ده أحسن. اكتر فريق اندر ريتد. ممكن ماشي ممكن ما مثلا تقول لي خدش كان حقه. فريق قوي جدا لكن اندر ريتد، لكن مش اقوى. صعب قوي يعني. جمله او يعني لو هم- ما بلغيش قوي كده. لا يعني هم لو نزلوا دلوقتي ال 11 دول قدام ال 11 بتوع ارسنال، يعني هي توتنهام هتاخد الدوري السنه دي لو كانت موجوده. بس هل هو مقتنع؟ بس عايزين نفوت بقى. كل واحد يرفع. في نفس الوقت عشان مع ايه؟ ماشي. انا اصلا مش عارف افوت ايه، لان هو مقنع قوي كمشجع توتنهام. هو انا مقتنع ان هو بيشجعهم قوي، وعارف ساعات المشجع بيبالغ لفرقته، فاهم؟ أيوة، ساعات أيوة. المشجع بيبالغ. صح ممكن يكون. وكمان هو بيتكلم مثلا عنده 9 سنين 10 سنين لما كانوا بيلعبوا فارتبط هو وقتها بيهم كان معدوم الوعي ماشي. بس هو ده اللي بيكون ايوه صح. في السن ده هو اللي بيبقاش بيكون عندنا الحته اللي النضج هي بتاع ان انت رايك ايوه هي يبقى دي. صح. واحد طب يلا. اثنين ثلاثه. واحد واحد، اثنين اتنين، تلاتة. انا قلت كده، انت الوحيد قلت بتتكلم بجد. اه انا ما اعرفش، مش حاسه. برضه لا بس هنشوف. هيبان دلوقتي لا، ولا في الاخر في الاخر؟ طيب ايه الاخبار؟ الحمد لله. اسمك ايه؟ اسمي علي وبشجع برشلونة. علي. انت منين يا علي؟ أنا منين؟ من فلسطين. فلسطين ما شاء من الله. فلسطين؟ غزة. ممكن. احسن ناس والله. الله يخليك. الناس كم سنه؟ 20 سنة. بالامانه بص من غير ما يتكلم انت الراجل ده مش بتتكلم هيكذب. بجد. الراجل لا، ده مش لا، هيكذب. الراجل ده بيتكلم بجد. ايه رايك الجدل؟ سواريز أكتر مهاجم اوفر ريتد آخر 15 سنة. حلو. بقول لك ايه، الحلقه دي جامده. كلام جامد. سواريز. دينيس سواريز ولا لويس سواريز؟ يعني دي ممكن اشتريها. اوفر ريتد. انت عندي برشلوني. أنا عندي وجهة نظر معينة. ماشي. لا انا هسالك سؤال الاول عشان اعرف بس اوفر ريتد بالنسبه لبرشلونه ولا بالنسبه للهجوم عموما يعني؟ بالنسبة للقيمة اللي هو الناس بتشوفه فيها. يعني بالنسبه للمكان اللي هو بالنسبة واخدها. للمكان اللي هو عموما بقى مش للجمهور مع برشلونه بس. برشلونه بالتحديد ولا في مسيرته بشكل عام؟ ليفربول اياكس يعني ولا أنا ليفربول بشجع برشلونة. أنا شفته مباراة في برشلونة، فأنا لا، رأيي مبني بتتكلم على على الحقبه برشلونة. بتاعته مع انت برشلونه. حضرته وحافظه وشايف ان الناس حاطاه مثلا من احسن 5 مهاجمين في التاريخ، دي مبالغه. لا احنا حتى مشجعين برشلونه احنا معظمنا بيشوف ان هو احسن مهاجم في تاريخ الكوره
بعد ار9 وممكن كريستيانو. انا بشوف انه هذا اوفر ريتد يعني، او هذا يعني تقييم زياده عليه. مين احسن منه؟ لا انا عندي من سؤال برشلونة. قبلها، من مين احسن؟ ايه مكانته او بيقول لك في تاريخ الكوره ايه مكانته الصحيح؟ انا في وجهه نظر انا بدي اوضحها عشان تفهموا انا قصدي. حلو. انا بالنسبه لي سواريز يعني من اكثر المهاجمين الموهوبين اللي شفناهم في الكره، ويمكن اكثر مهاجم موهوب. حلو. بس انا في برشلونه ما شفتش منه اللي انا مستنيه منه. انا بحكي عن مهاجم انا بعتبره افضل مهاجم في يعني في التاريخ او في الجيل اللي احنا شفناه. انا ما شفتوش في دوري الابطال. احنا في برشلونه احنا لنا عقده 11 سنه يعني ميتين نجيب دوري الابطال باي شكل كان، ان شاء الله بهدف بالايد بالحرام المهم نجيب دوري الابطال. هذا مهاجم احنا بنعتبره الافضل. انا ما شفتوش يعني قدام يوفنتوس، ما شفتوش في الاياب قدام ليفربول لما كان قدام ليفربول لما كان ميسي يعني بيموت في الملعب، ما شفتوش في الاياب، ولا حتى قدام روما، ولا حتى قدام يعني هو حط جون قدام باير بس كان يعني المباراه خلصانه يعني. كسبك تشامبيونز ليج؟ مش هو سواريز كسبك كسبهم 2015 Champions League. أيوة، زي بس- اليوفي. يعني أيوة. بتكلم اجمالا هو كان من وفاز. التيم اللي موجود. ايوه سجل في الفاينل، بس كان معاه ميسي ومعاه نيمار والفريق كله كان بيلعب كويس. انا بالنسبه لي يعني انا مثلا انا بدي مهاجم يخلص لي مباراه من نص فرصه. يعني انا مش متخيل ان مهاجم انا بعتبره افضل مهاجم مثلا في تاريخ برشلونه مسجل 25 هدف في كل دوري الابطال مع برشلونه في 6 مواسم، عامة- اللي هو رافينيا جابهم هلقيتها. فرافينيا هلقيت عنده اهداف قد سواريز في دوري الابطال. طب هذا انا بعتبره افضل مهاجم في جيله. طب كيف هيك؟ طب هي ترتيب علامه سوداء عامه في تاريخ سواريز. حته اول حاجه هو أنا بيتكلم اتفاجئت من منه. قلبه، هو بيتكلم زعلان من من قلبه. سواريز من جوه لا بس انا عارف احصائيه الشامبيونز ليج دي فعلا، هو وهي وحش أوي في هي علامه الأدوار سوداء في تاريخه فعلا. هو جايب اقل من 30 جون، وعندك لعيبه زي فينيسيوس لسه 25 سنه معديه، رافينيا هو ما جاش في الادوار اللي ما تصير جاش بعد اول الصراحة. موسم. وهو لا حتى في المجموعات الشامبيونز ليج نقطه حساسه بالنسبه لنا كجمهور برشلونه. فاهمك. فاهم قصدي؟ بس يعني مثلا سوري لا، لا، يعني, لا، اتفضل. يعني ليفا بالنسبه لبرشلونه كمهاجم احسن. سامويل ايتو. بس ليه ليفا ما لو جابش ليفا الشامبيونز كيف ليج؟ وقت لو ليفا في عمر مثلا من 25 ل 30 كان مكان سواريز كان جبنا دوري ابطال زياده. اوكي. يعني لو انت بتقيم سواريز ما بين مهاجمين برشلونه تحطه بكام؟ آه من ساعه ما انت باللي بديت انت يعني انت بديت تتابع من اللي انت امتى؟ شفته. تابعت من امتى؟ انا تابعت من 2014 اللي هو مباراه. كويس قوي. من 2014 لغايه دلوقتي قول لي ترتيب المهاجمين الافضل بالنسبه لك. ما انا ما تابعتش سواريز. ايتو، أحسن من سواريز. يمكن ايتو قيمته اكبر من سواريز، بس انا بالنسبه لي اللي عمله ليفا في برشلونه اكبر من اللي عمله سواريز كاهميه لبرشلونه او الفتره اللي هو اجى فيها. مين رقم 2؟ ممكن يكون سواريز او انا كنت احكي ديفيد فيا، بس ديفيد فيا انا ما شفتوش كتير ما حضرتوش برضه. وما كانش بحط اجوان كتير. اي نعم اهدافه حساسه وحلوه بس ما بحط اهداف كتير. طب انا عندي سؤال. رونالدو مثلا الظاهره عمره ما خد تشامبيونز ليج، وبرده من اللعيبه اللي اهدافها في الشامبيونز ليج قليله 14 تقريبا، حاجه قليله قوي برده كده يعني. ومحدش- فينيسيوس عدى برده في سنتين مثلا. بس ما حدش بيمسكها قوي ضده. مع يعني كله لما تيجي تتكلم على ار9 هيقول لك من اعظم اللعيبه اللي جت في التاريخ، مش مهاجم بقى في اللعيبه عموما. وهيقعدوا ينفخوا فيه، مع انه في الشامبيونز ليج برده علامه سودا شويه في مسيرته. بس وابراهيموفيتش مثلا قصدي جاب اجوان كتير بس ما خدش البطوله. انا بس قصدي هو- ان ليه يعني هل تشامبيونز ليج لوحده كافي انه يخلي سواريز ما ينفعش يكون من احسن المهاجمين في التاريخ؟ لا بس اللحظات الحاسمه اللي انحط فيها برشلونه في دوري الابطال كانت محتاجه مهاجم زي ليفا او بنزيما. الموسم اللي عمله بنزيما بالنسبه لي يعني في 2022 ماشي. بنزيما لما كان فتره رونالدو كان لاعب ثاني، ما كان كانش في لاعب علامات مهم. استفهام. انا فاهم في أوكي. ناس بس بتشوف إنه- الموسم اللي عمله في 2022 لما جاب دوري الابطال بالنسبه لي اهم من كل اللي عمله سواريز في مسيرته مع برشلونه بالحذاء الذهبي حتى يعني. انا لاعب يعني سواريز كورته احلى امهر منه، بس انا مش انا ايش استفدت من الحياه؟ ايش استفدت لما يحط لي جون بالكعب في دور المجموعات ولا يحط دبل كيك يعني قدام ارسنال؟ بس يعني بس ارسنال مش واخد بالك يعني. بس ده يعني جاي لنا بقى قدام ارسنال. ما كانش ارسنال في البيك، ما كانش اقوى فريق. منندي جاب جون في الفريق. انا محتاج جون مش يعني. فاكره. هذا جون يعني تاريخي. هو قال له لا مش فاكره. شوف بنزيما قدام السيتي في الذهاب الكره العرضيه اللي اجت من مندي، عرضيه سيئه وحشه، جدا عرضيه وحشه. من برا ال 18 بالويك فوت بيحطها من برا 18 في الجون. طب الجون اللي حط الهاتريك قدام باريس كرة بترتد من اول لمسه فيرست تاتش بحطها من برا من وش رجله بحطها في الجون. انت هذه بالنسبة اجوان لك مش حلوه بس مهمه. الليجا بالنسبه لك مش مقياس يعني كمشجع بالنسبة لبرشلونه. أنا- الليجا بالذات لبرشلونه لا، مش مضمونة. مقياس. انا بفوز الليجا براشفورد وفيران توريس وبفوز على الريال. انا فزت الريال 4-0 في سانتياغو يبقى ده تراوري واوباميانج. ارسنالي لا وارسنال يعني بتكسب ارسنال على طول يعني لا بس احنا بالذات في الدوري الاسباني يعني الريال مش بينافسنا. احنا باسوا مواسمنا مع تشافي مع فليك بكل الاصابات يعني بنفوز. لو بصيت كان من ساعه ما هو اتفرج سيبك من قريب مدريد خدت كام دوري،
برشلونه واخده دوريات اكتر بكتير، بس وعلى الاقل لو ليفا مكانه، انا أنت بالذات ليفا كان احسن. عدد الاهداف اهم ولا اللحظات الحاسمه؟ اللحظات الحاسمه، المهاره ولا اللحظات الحاسمه؟ المهاره ولا اللحظات الاثنين. ما هو ما فيش لحظات حاسمه من غير لا، في. مهاره. لا ممكن يعني حد يظهر فعلا. جيرد مولر يعني حسم كل حاجه في كي الدنيا، ما هافرتز. كانش حريف خالص. كي انا ما هافرتز شفتوش، معدوم بس انا المهاره شفت وعنده ميسي لحظات. حاسم بس عنده مهاره. تشيلسي. فاهم صح، قصدي؟ صح. وبنزيما حاسم وعنده هل مهاره. ليفاندوفسكي مفيش ممكن فرق. توصفه انه مهاري؟ ليفاندوسكي انت قلت انه مش هو مهاري بس لمسته حلوه انا جدا. بس ما وصلتوش انا مهاري اكتشفت برضه. انه ليفاندوسكي من بعد ما اجى برشلونه لما بينزل يلعب مع الفريق بيعمل اسيستات حلوه جدا. في جون لامين يامال في السوبر السنه اللي فاتت الخمسه، اللي هو اللي سحب. الاسيست اللي اداها لامين يامال، الكره هاي بتطلعش من مهاجم ما بيعرفش يلعب هو مش كورة. هالاند، هو مش يعني هالاند. ليفاندوسكي مش هالاند بس عنده لمسته عنده شوية. يعني هو كورة مش حلوة. هالاند بس هو صح، برضه صح. مش بس مش سواريز سيء. وبنزيما سيء. برضه، يعني وعنده مش نقطة. مهاري بيرقص وبتاع. برشلونه السنه اللي فاتت لما يبقى لامين يامال وليفاندوسكي ورافينيا الثلاثه موجودين اساسيين ما خسرش ولا مباراه. هي المباراه الوحيده اللي خسرناها كانت انتر ميلان وكان من دون ليفاندوسكي. انا تمام الصراحه. انا كونت حتى مش محتاج قناعتي. افكر وانا انا برضه. كونت مش قناعتي. يعني مش هنقول 1 2 3 كده؟ 1 2 ما احنا عملنا كده خلاص. بتتكلم بجد يا اتكلم بجد. شكرا. ايه الاخبار؟ الحمد لله كله تمام. عامل ايه؟ اسمك ايه؟ احمد طارق، احمد طارق. تشجع مين وعندك كام سنه؟ برشلونه وعندي 24 سنه. ماشي، ايه رايك في رأي سواريز ده قبل ما تقول رايك؟ مش واقعي خالص ايه رايك انت الغريب؟ ان دييجو سيميوني توب 5 مدربين على مر التاريخ. ان دياجو على مر سيميوني التاريخ من اجمد 5 مدربين على مر التاريخ. دافع اشرح، مش عارف ليه؟ مش عارف، بيقولوا اراء برضو فيها يعني يعني هو اول عشان استمراريه، يعني لو هنتكلم على الدوري الاسباني، هو اول ما جه كان اتلتيكو مدريد كان فرقه يعني بتحاول تنافس دايما على المركز الثالث او الرابع، او ممكن كان الرابع والخامس كمان، يعني اما تلعب الدوري الاوروبي او لا. بس من ساعه ما جه هو اول موسم ليه، يعني اول موسم ليه معاهم دخل يعني خد بيهم اللي هو الدوري الاوروبي، ولعب بالسوبر الاوروبي كان قدام تشيلسي كسبوا 4-1. ده كان اول حاجه عملها معاهم في اول موسم ليه. مين اللي حط الاجوان؟ فاكر؟ لا طبعا مش فاكر، اكيد مش فاكر. مسك من مين؟ مكان مين؟ مسك سيميوني. مكان مين؟ صعب قوي. لا مش فاكر. طيب انا مش فاكر. هو صعب قوي. اظن مش كان كيكي سانشيز؟ مش فاكر. يعني هو صعب قوي. طب انا بس هي صعبة. انت عندك 24 سنه. لا، انت عارف ان هو اكتر مدرب معمر في اوروبا كلها. بالظبط، حالياً- قعد 14 سنه او حالياً. 15 سنه مع اتلتيكو ساعتها. انت عندك 24 سنه، يعني هو اول ما وصل كان تقريبا عندك 10 سنين. ده الوقت بتاع ان انت تبقى مشجع. شويه ما شجعتوش ليه؟ لا عشان بحب برشلونه، يعني هو ميسي اللي حبيبني في برشلونه الصراحه يعني. انا فاكر كاحصائيه قبل سيميوني تقريبا اتلتيكو ما كانوش كسبوا ريال مدريد في ماتش لمده حاجه زي 20 سنه في ماتش 14 سنه يا بالظبط. سلام. او 14 سنه. فعلا. واظن برشلونه ممكن مش للدرجه دي، بس برضه كانوا فرقه يعني كانت بتلعب اسبانيول، طب فاهم انت للدرجه، بتقول وكانوا من- درجه ثانيه على فكره. كانوا في بيروحوا الالفينات يجوا. كانوا درجه ثانيه في اول بيروحوا الالفينات. انت بتقول ان هم من احسن خمسه. مين؟ آه. ما هو سيميوني من احسن مين؟ مين احسن بالنسبه خمسه لي بالنسبة لك؟ جوارديولا، لويس انريكي، سير اليكس وانشيلوتي. جوارديولا، لويس انريكي، السير اليكس، انشيلوتي، حتى لو مش بالترتيب لا لا مش بالترتيب. انشيلوتي يتوصف انه عنده مورينيو مش استمراريه. مش قوي، يعني هو كان بيطلع ساعات مثلا لما راح بايرن ميونخ ما عملش معاهم حاجه قوي غير الدوري والكاس تقريبا. لما راح ايفرتون برضو يعني حاول يعلى بيهم تاني، وصلوا مركز بيقابل ثامن، كان كده. اعلى حاجه ليهم مركز ثامن، حاول معاهم بس برضو لا. بس ده يعني كان قال انشيلوتي، معلش قال انشيلوتي ليه مش مورينيو لا مش من ضمن الخمسه. لا مع انه عنده سيميوني استمرارية. اعلى من مورينيو. بالنسبه لي بس لا، انا بقى هنا ابدا اختلف شويه في ان انا مش في اللوجيك، مش في فكره ان انت يعني قصدي انا بحاول اجيبه في آه. حته اللوجيك يعني اللي بس هو- انا قصدي ان مورينيو لو انت بتقيس ان سيميوني ممكن ما كسبش بطولات قد اللي حواليه بس درب فرقه صعبه. مورينيو بورتو اللي عملوا معاهم ما ده كان انجاز تاريخي طبعا. ده الفيرجن البيك ما هو ده انجاز كده طبعا تاريخي. وعلى فكره مع انت تشيلسي. وتشيلسي، بس قول تشيلسي كان فيه صرف. لا بس انتر ميلان كان جاي ترابل. نادي ما عندوش لا ارث ولا مثلا مفيش- نادي لا مفيش- بطولات ولا اي مفيش- حاجه، هو عملهم يعني. على رأي ماشي، مورينيو هو ما كانش فيه 2004 فوتبول بتاع- heritage. 2004 بتاعت بورتو برضو كان انجاز تاريخي طبعا، بس ما عملش حاجه ثانيه برضو بعديها يعني مع لا، فرقه واقعه انتر- زيها. انتر كانت وإن- واقعه قبليه، بس مش واقعه للدرجه دي برضو، مش واقعه يعني، كانت بس واقعه ما- زي فرقه بورتو. بس مش فرقه تاخد ترابل. السؤال، انت ما كنتش بتشوف ان في وقت من الاوقات سيميوني كان المفروض ان هو يمشي؟ هو المفروض كده يعني ما شفتش مدرب بيفضل قاعد الوقت ده كله. ماشي، ما هو فطبيعي انت ان هو إيه؟ كان يمشي، بس هو في كل موسم معاهم بيحاول يعمل حاجه، بينافس على الاقل على حاجه. بس انا عندي سؤال يعني قصدي فكره ان مدرب يبيع الدوري، انا شايف ان هو ما تتقالش غير ان هو باع الدوري. هو ما حاولش اصلا، هو بيلعب الدوري بالناشئين وبيلعب الدوري بالدكه عشان كان مراهن 100% على الشامبيونز ليج والكاس. عشان هو كان بيحاول خسر يركز، الاتنين. عشان هو كان بيحاول يركز في حاجه. ما هو بقاله برضه 14 سنه او 15 سنه او 15 سنه بيحاول يركز ان هو ياخد الدوري او ياخد بطولات مع النادي. هو خد الدوري معاهم مرتين تمام. لو هنتكلم حتى على المرتين دول، احنا بنتكلم ان هو في مرتين قدام اجيال هو تاريخيه انا برشلونه وريال مدريد. افتكرت مدرب تاني، حاسس انت ظلمته. كلوب يا معلم.
كلوب بالنسبه لي كان حقبه برده مع ليفربول، وحتى برده لما كان مع دورتموند وصل بيهم ماشي، وحتى برده لما كان مع دورتموند وصل بيهم برده نهائي تشامبيونز ليج وكل الكلام ده برده حلو، بس برده كان حقبه او ممكن يعني حظ يكون بيلعب الفرق- حاجه زي كده. ايه الفرق بين اللي سيميوني بيعمله مع اتلتيكو واللي كلوب عمله مع دورتموند؟ خد 2 دوري من فرقه بقى ماسكه في الدوري اكتر مدريد وبرشلونه كمان، وبالرغم من كده خدها في مده اقل. يعني سيميوني واخد 2 دوري على 15 سنه، كلوب في بتاع 5 6 سنين. تبدل فليك بسيميوني؟ لا ليه؟ بالنسبه لي لا الصراحه، عشان طريقه اللعب ولا عشان انا بحب الريسك الصراحه. في برشلونه حسيت ان هو لا فليك مهما برده كان بيلعب على الريسك كتير قوي، بس ساعات بنكسب وساعات كتير ثانيه بنخسر منها، ممكن نكسب ماتشات كتير بتبقى سهله وحتى بنخسرها، بس بحب الريسك بتاعه ان هو طب انت اسلوب بنشوف. سيميوني بيعجبك؟ لا خالص برضه. انا عامه كشخص ما بحبوش، يعني دايما بخش الماتش قدام اتلتيكو بحس اللي هو لا احنا ممكن نخسر عادي، اللي هو لا الماتش مش سهل، اللي هو لا هو مستحيل فرقة- حد يلعب هو ضد فرقة. اتلتيكو يحب. زي على فكره بس عمري ما حبيت. ارزل ارزل وزي- ان هو مدرب رخم، ان هو بيضيع على فرق حاجات. كان عنده استمراريه. انا ما شفتوش، ما ماشي. لحقتش اشوفه قوي برضه انا يعني. شفته وخلينا شفته غير نقول موسى بلاش- وموسين حاجه كده، بلاش شفته نخبط كتير في يعني. الحلل. لا بس اقول لك حاجه، هو فعلا سيميوني شخصيه. انا فاكر له مره في اخر الموسم لما كان في فرقه بتعمل هجمه على اتلتيكو، راح رامي كوره على اللعيب عشان يخلي حاجه يوقف اللعب. يعني مش بس فرقته كلح، هو كلح. يعني ارتيتا كلح بس كفرقه وكمنظومه وكبيحاول يبني حاجه وبتاع تقريبا. بس سيميوني الشخصيه نفسها اكلح. لا هو لا في شارب الكلاحة. الغزال، هو رزل، هو مستفز. هو أرجنتيني السبب في برضه. الطرد بتاع بيكهام. هو بتاع ماتش 98 أرجنتينا هو وانجلترا. اللي لبسها له؟ 2002 98. 98 صح صح. 98 دور 16 باين كاس عالم. ده الباكم اتغسل على الطرد ده. طيب تعريفك للتاريخ بس اخر حاجه، بس اللي هو اخر كام سنه؟ طالما من انت ساعه ما بدات شفتش اتفرج على كوره مثلا اللي هو 2010 2011 مثلا. يعني كده اخر 15 سنه طول على مر التاريخ، بس انت مش تقدر تقيم مدرب. بالنسبه لي انا لا ما حضرتهمش طبعا يعني. فاهمك. يعني بس هو احسن من مورينيو، احسن من أحسن يورجن من- كلوب بالنسبه لي أحسن من- عشان كل الناس دي من يعني تاريخياً. كان عندهم مخلق لهم فرص ان هم يجيبوا لعيبه او يجيبوا حاجه. احسن من يوناي امري مثلا. ليه عايز اقول لك حاجه، شوية. اتلتيكو بيصرفوا مبالغ مرعبه بس عشان نبقى مع بعض. اخر موسمين بس اللي صرفوا فيهم، لا، ووصلوا بيهم برضه- نص نهائي برضه تشامبيونز حاسس ليج صرفوا. وكده. يعني لما رجعوا جريزمان يعني رجعوا لما يجيبوا 80 ليمار مليون. ب 60 ما مليون دي الفكره هو بقى. واللي ما مار- هي- اللي مار ماشي، ب 60 ما هي دي مليون. الفكره، هو لما جه صرف على لعيبه عامله ازاي يعني ما هو- نقارنهم مثلا بالغريم بتاعهم مثلا برشلونه او ريال مدريد، هو بيصرف قدام مين؟ بس في سنين لما اتلتيكو خد الدوري صرفوا- قدام مين؟ في سنين اتلتيكو صرف اكتر من مدريد وبرشلونه 100%. ماشي، ما صرف اكتر منهم بكتير ممكن واظن كمان. بالعكس لو بصيت على الصرف على مدار ال 15 سنه هم مش بعاد. طب لو سيميوني ده ماسك ريال مدريد او برشلونه في الكام سنه اللي فاتوا كان يحقق معاهم نجاحات؟ اكيد هيحقق معاهم نجاحات اكيد يعني. لو اي حد أكتر معاه من لعيبه المدربين بفيرجن اللي زي كانوا دي هي موجودين. ممكن يحقق معاهم، يعني المفروض يقدر يحقق معاهم عادي. صعب قوي، ده اصعب واحد فيهم الصراحه. صعب. هو بص يعني ستيدي واقف هو ماسك مظبوط. نفسه ماسك نفسه. ماسك لغة نفسه الجسد لغه بتاعته. الجسد مزهقاني بس هو يلا بينا يعني يلا عايز اسالكم حاجه ما تقول قول. انتوا تحطوا سيميوني فين على مدار التاريخ؟ التاريخ الحديث اللي الحديث طبعا اللي مش احنا هنرجع شفناه. تحت الالفينات. لا طبعا توب 10. لا توب توب 10؟ اه توب 10 توب 10 لأن توب هو 5. تمام. هو توب نقل الفرقه وهو مشروع. عمل لهم يعني استاد وعمل اللي لهم بقول لك توب 10 مش توب 5. لا توب 10 يعني توب 10 توب 5 دي مبالغه اللي رهيبة. فاكر اتلتيكو قبل سيميوني كان نادي يوصل له كفايه زي الاستاد. صح كفايه الاستاد كفايه فعلا. الاستاد بيدخل لهم بس فلوس بس توب 5 دي مبالغه شويه. مبالغه بالنسبه بس لي. انا هراهن على حاجه، انا هقول 3 2 1. انا الوحيد قلت بيتكلم بجد عشان انت قلت حاجه ان هو الفتره اللي سيميوني مسك فيها اتلتيكو دي الفتره اللي هو بدا يتفرج فيها ويكون افكاره. وشاف انت قلت بدات اول موسم امتى 14 صح مثلا. يعني هو شاف سيميوني بياخد دوري من برشلونه في استاد في اخر ماتش في كامب نو. الموسم صح. في الكامب نو. فانا حاسس ان هو اتاثر بيه. مين اللي جاب الجون بتاع برشلونه الماتش ده؟ بتاع 2014 لا مش فاكر. بس فاكر مين اللي جاب الجول بتاع انت اتلتيكو؟ بتشجع برشلونه؟ بس حياتي تبقى صعبه ان انا افتكر حاجات دي، بتبقى صعبه قوي. اليكس اليكسيس وكان جول عالمي يعني. كان ديجو جودين كان جون حلو. ايه الاخبار؟ الحمد لله كله تمام. اسمك؟ محمد أسامة وعندي 28 سنة. شفت كوره كتير وبتشجع يعني بشجع ريال مدريد. ماشي. اول ريال 28 مدريد سنة. اول مدريدي النهارده. اول ريال مدريد. لا وحد في إشاعة- عجوز شويه. في اشاعه ان المدريديه في البرنامج ده هم اصحاب اغرب اراء، هل إن انت شاء الله. هتبقى إن ماشي شاء بنفس الله. الاتجاه؟ بس, جديدة واحدة. بس هو يعني ان شاء الله طب ان شاء الله ايه هقنعه. ايه رايك في الغريب؟ تيري هنري لعيب محلي. انتوا جايين تهزقوني. يدري لعيب محلي؟ يعني ايه لعيب محلي؟ يعني ايه لعيب محلي؟ يعني مش اللاعب اللي انا لو عايز مثلا يعني انا لو ريال مدريد مش عايز وعايز اخد تشامبيونز ليج
او مثلا انافس حاجه اكتر من الدوري، افكر ان انا اجيبه. يعني قصدك ان هو يعني باريس سان جيرمان مثلا لو هو بقى قاعد عمره كله بيحاول يدور على ان هو يجيب لاعب عشان يكسبه الشامبيونز ليج، انا ما اجيبش تيري هنري. يعني لو انا فاهمك صح، انت عايز تقول ان تيري هو هنري احسن لاعب في الدوري الانجليزي واسطوره الدوري الانجليزي، وبس معظم ده الحاجات دي هو آخره الدوري الإنجليزي. يعني هو طب كسب كاس عالم، كسب كاس عالم كام؟ 98 98 ما كان احتياط. كاس عالم 2002 ما عملش حاجه. 2002 زيدان ما عملش كان حاجه، مصاب الفرقه ما كلها كانت عملش. واقعه. 2006 جاب جول في البرازيل تقريبا، من اسباب وصولهم فاينل. زيدان فاينل والفاينل كان بنالتيات، كان عامل كاس وهو اللي عالم. جاب البنالتي. ماشي، بس قصدي يعني هو في 2000 تاني 98 ده هو كده كان احتياط، هو يعني هي هداف مسجله الفريق فيه بالمناسبه. إيه؟ يعني هو هداف الفريق، هو في 3 2006 قصدك؟ اوكي 98. اوكي، بس مين هو هداف الفريق؟ هو تيري هنري. هو كان احتياط اصلا، لا مش كل البطوله، بس هو كان احتياط اكتر. انا مش فاكر بصراحه، يعني مش فاكر متأكد بس من هو كان المعلومة ولا 98 هو كان يعني حتى ما كانش البطوله ما نجم كانتش كبير. ليه ما كانش المين مان اصلا. انت عارف هو قصده ايه؟ هو قصده لقطات انا حاسمة. قصدي ان ده لاعب اسطوره، هايلايتس يعني، مش قصده كماتش. اسطوره ارسنال صح. اه انا مستني ان اسطوره ارسنال ده انا يعني هل يعقل ان انا مثلا اسطوره النادي بتاعي محمد صلاح مثلا، اسطوره ليفربول مثلا، هل يعقل ان هو ما عمليش حاجه؟ ده حتى مع ارسنال، قدام ارسنال كان مضيع انفرادتين. هتقولي 10 عيال و10 لعيبه، بس مضيع انفرادتين دي مالهاش علاقه. قدام برشلونه قصدي. قدام برشلونه سوري، فاينل معلش. 2006. هنري كان 2006 الهداف، Champions League. هنري كان الهداف 98. زي ما مين؟ هو يعني. هنري كان الهداف 98 3 انا جول. فاكره ان هو ما كانش كان احتياط معظم البطوله يعني. بس هو مثلا في 2006 هو مضيع كورتين قدام برشلونه. حتى جوارديولا لما جه وكان سايبه ومشى ساعتها رونالدينهو او ما جاب معاهم ما جاب معاهم، بس عمل ايه؟ الهداف كان مين؟ قول كان انت. سامويل ايتو صح؟ لا. واحسن ايوه سامويل ايتو كان ليونيل الهداف. ميسي. سامويل ايتو كان الهداف هداف إن شاء الله. برشلونه هداف في برشلونه الدوري، بس مش الدوري، الشامبيونز كان ميسي. واحسن لاعب في البطوله كان ميسي. فهو ايوه، بس هو قصدي ان هو انا مثلا كلاعب، يعني انا زي ما انا قلت اسطوره النادي بتاعي ما ساعدنيش اجيب تشامبيونز ليج، ما ساعدنيش اجيب ما عملش حاجه في كاس العالم. بس هيطلق عليه لعيب محلي ولا لعيب هو اسمه لعيب محلي، يعني يفتقد هي اسمها لعيب محلي. يعني هي من الاخر هي مش ما طب انا بتقللش اسالك من سؤال، دروجبا كان ليه لحظات حاسمه اكتر من هنري شويه. لو انت حقيقي. بتقارن ما بين الاثنين مين بالنسبه لك اعظم؟ كايه بقى كلاعب محلي. كلاعب محلي هنري، لكن يعني لو هجيب لاعب عشان يجيب لي تشامبيونز ليج او مثلا انا عايز حد في منتخب بلدي عشان يكسب كاس، انا يبقى انا بالنسبه لي دروجبا. يعني انا عندي سؤال، دروجبا كده هو كسب تشيلسي تشامبيونز ليج لوحده بالظبط. يعني مش لوحده طبعا، لا بس في الفاينل على الاقل هو انقذهم يعني. لا هو تشيك كان شايل بلاوي، شايل كان بلاوي، شايل ده الماتش كان كله شايل. وان سايد جيم. بس هو انقذ الماتش وهو كان خلاص راح. وبعدين ماشي. انا متفاهم برضو ان انت اظن انت كنت بتلمح على فكره ان دروجبا جايب اجوان في فاينلز كتير قوي، وانت ممكن باني الراي ده كله على اساس ان هنري عامه لحظات هو- حاسمه كانت في هو النهايات هنري، انا عامة مش أحسن ما بقولش حاجة. حاجه على هنري خالص، انا بقول هو اسطوره وهو لعيب احسن من احسن لعيبه الدوري الانجليزي، يمكن يكون احسن لاعب في الدوري الانجليزي ده على بس عيني انت وعلى قصدك في ولا. لكن Champions انا League كل وكأس اللي العالم؟ ما عملش حاجه، يعني انا محتاج برضو من اللاعب بتاعي ان انا لما اروح اجيب لاعب وادفع فيه فلوس، لا انا لازم يبقى عندي بعد نظر، انا عايز اللاعب ده عشان اكسب تشامبيونز ليج. يعني مثلا زي ما قلت باريس او بايرن، لا انا مش عايز. طب مين مثال تاني معاك؟ لسه والله نفس السؤال والله اللي مين هو مثال تاني للعيب محلي مين لعيب محلي في ريال مدريد؟ نجم مثلا كبير بس محلي. لعيب مين لعيب محلي في ريال مدريد؟ نجم كبير وانت 28 سنه فانت شفت كتير. يعني لحد دلوقتي امبابي مثلا. غيره يعني بس هو جاب واحد امبابي بالنسبه لي، بس خلي بس ايوه ليه؟ حاجه انت بتقول امبابي ممكن عشان الشامبيونز ليج تمام. ايوه ما هو بس اصلا في احنا كأس جايبين، احنا العالم- بس في اصلا كأس هو العالم- كان في باريس مش عارف ياخد ده تشامبيونز ليج، فاينل جبناه كأس مش العالم اللي عارف فات. بنخزل برضه. بس كاس العالم السنة اللي فاتت. ما انا عارف، ما وهو انا عشان كده 19 سنة بقول ان ممكن امبابي ان مدريد جابته عشان شافت هو مثلا في كاس العالم عمل ايه وتالق ايه، وبعدين كده مدريد برضه مهتمه اكتر بموضوع البراندز وفلورنتينو بيريز ومش عارف، وان هو مهتم اكتر ان يبقى عنده شكل اكتر. لكن احنا مثلا لو كنا احنا كمدريد، انا لسه اصلا كنت بقول من شويه، انا كمدريد ما بقاش لو عندي بعد نظر انا مش عايز اجيب امبابي تيري هنري، فهو المفروض انا كان بالنسبه لي لا ما نجيبش امبابي، بس برضه بسبب اللي حصل في كاس العالم احنا رحنا جبنا امبابي وعملنا ايه؟ بس كاس العالم ده ولا اي حاجه دلوقتي. كاس العالم ده بينفي ده مورينو جاي بالشومه كمان كام يوم ايه. بس انا قصدي انت بتقول انت جزء من الاسباب اللي انت قلت ان هو محلي، ان هو في كاس العالم ما كانش هو اللي بيجيب اجوان في النهائيات ولا في ماشي. طب بس ده هو ما فيش حتى غير الكوره تقريبا بتاعت البرازيل صح، اللي هو بتاعت لا هو اللي جاب البنالتي، بس الكوره بتاعت دور الثمانيه دي كانت زيدان برضه، يعني هو البطوله اصلا كلها بنتكلم دور عن الثمانيه غالبا حتى في بطوله 2002 كاس العالم زيدان كان مصاب صح؟ كان مصاب. لما كان مصاب
هنري ما شاء احنا الله. المفروض بقى هنري هو بقى خلاص، ما انا الاسطوره ده بيبقى مستني اللحظه اللي انا يعني مستني اللحظه اللي مثلا لاعب زي نيمار مثلا، انا عايز امشي من برشلونه عشان ميسي هو اللي واخد، يعني مثلا انا بدي اكزامبل طب مش انا بقول عندي ان هو دي سؤال الحقيقة. معلش، هل بس المفروض دي اللحظه اللي هنري يبدا يظهر بقى، لان زيدان مش موجود. طلع. طب حتى اقول لك بقى في 2006 ايوه في 2006 ايوه اصلا كانوا هيطلعوا من دور المجموعات صح، لحد ما زيدان برضو بدا يرجع صح ولا لا تقريبا، يعني انا فاكر حاجه كده. هو لا هو كان يعني بيلعب اساسي زيدان من اول بطوله. لا بس قصدي كان ما كانش فوق، قصدي كويس لما بدا يفوق أخد لما بدا الفرقة يفوق طلع بالفرقه ما يمكن ده عشان ده زيدان يعني اللي هو زيدان اتقل من ماشي بس ما هو برضه- بس انا قصدي بس لما هو برضه غاب هنري برضه. لما غاب ده في 2006 الفريق اضعف لما غاب اصلا ايه اللي حصل ده؟ دي يعني دي بقى يعني زي مثلا محمد بركات لما قال لك الكوت هيلعب، فدي لحظه انطلاقه بقى لويس كده هنا. سواريز لعيب محلي. الراي اللي هو قاله ده انا بسألها يعني ممكن نعتبره لعيب محلي. اصل انت يعني هو نفس المقياس. ممكن نعتبره يعني انت لعيب لو محلي. عايز تقول ان انت في النهائيات وفي الشامبيونز ليج عامه، ايوه يعني مش هنري لاعب ما ظهرش اوروبي انا زي احتاج الدوري. اقول لا انا شفته تحت الاختبار، هو قدام قدام فاينل قدام برشلونه 2006. ما هو مضيع انفرادتين، ويعني انا عايز بقى ايه يعني مش انفراد اقول خلاص ستيرلينج ضيع مثلا واحده. بص لما كان بيلعب. انا فاهم انت بتحاول تقول ايه، انت بس بتحب رونالدو اكتر ولا ميسي؟ مين افضل؟ مش بتحب سيبك بتحب يعني مين افضل؟ يعني اعتقد ميسي مثلا، هو بصراحه بس انا مدريدي يعني، بس ميسي خد يا الامر اللي جاي طبعا هيقول لك دينيس بيركام مش هولندي ما بس هو كان معاه صحيح، وكان معاه دينيس بيركام وباتريك فيرا وليله كبيره قوي ساعتك وما عملش حاجه. ماشي. صعب قوي 1 صعب قوي 2 3 ليه استنى خليهم ستة خليهم ستة يعني مش قادر مش قادر كل واحد اصعب من اللي يعني ماشي يا حسين 1 2 3 5-6 كلنا قلنا بتهم بجد؟ عارف لو طلعت بتجري اصل عندي قوي عندي قوي مش راضي ما اعرفش مفيش واحد متهز واحد لا يدخله خالص. لغة الجسد مش خالص. عارف في ايه يعني عامة انا اقول لك انا ملاحظ ايه؟ ان كل ما البرنامج ده بيكمل اللي بيمثلوا الرأي بيمثلوا احسن بكتير. ايه الاخبار؟ كله تمام الحمد لله. انتوا عاملين ايه؟ كله حلو والله. اسمك؟ نور اشرف، نور اشرف. 28 سنه، شجع برشلونه. نور اشرف. شفت طبقة الصوت يعني اللي هو بيخوفنا. هيعمل اي حاجة بس مش ادينا يا باشا. شجع برشلونة من امتى؟ يعني من اول ما اتفرجت على كوره كده بنقول من اول 2009 2008. حلو. ده كلام محترم جدا. فالنادي يعني اول ما بدات تشجعه سبحان الله انفجر. خبرك الحاجة الغريبة مع برشلونة ولا؟ لا يعني بسيط قوي، كونكشن بسيط قوي يعني. طب ايه الرأي الغريب بتاعك؟ ديمبلي لعيب متكامل اكتر بكتير من امبابي. هو تقول ميسي ولا حاجه؟ لا ميسي يجي اسكندراني عادي نحطها في القناة عادي. الراجل اسكندراني كبيرة بقى دي. عثمان ديمبلي. عثمان ديمبلي، افتكرت موسى ديمبلي، ما اعرفش ليه انا لا، ربطت موسى ايه ديمبلي. ايه اللي جاب موسى ديمبلي في الموضوع ده؟ لا في تعالى انت بقى عشان انا ايه بيني وبين ديمبلي حوار يعني. بس هو قال لك احيي اسكندرانيه عثمان ديمبلي كبيره ماله بقى؟ معلش قول لي تاني. متكامل اكتر من مين؟ لعيب متكامل اكتر من امبابي بكتير. انت قلت بكتير كتير قوي. وانت برشلونة؟ وانا برشلونه. هو الرأي ده غريب قوي من برشلونه لان ديمبلي مرعب بقاله سنتين بس شفت البرشلوني ده مستحيل يقول ده انت انا حاجه. عايز شفت اعرف معاه مين الذل كله. مين خلف الكاميرا اللي اختار الاسئله دي اللي وافق على لان هو صعبها علينا. احلى مسا عليك. اتفضل. ليه بقى؟ اشرح ليه ازاي ليه ونبتدي كده. ما هو تعريف التكامل؟ برضه حلو. تكامل بمعنى ان انا مهاجم دلوقتي او في الانظمه دلوقتي بتاع السنين الاخيره، يعني مش هتكلم بقى اللي هو من كام سنه، عشان من كام سنه كان في اسامي مش محتاج لها منظومه. تمام. فانت دلوقتي يعني الاسامي شحه في السوق. يعني انت تيجي مثلا تفكر عايز تجيب ليفت وينج، عايز تجيب رايت وينج، عايز تجيب سترايكر، هم كام اسم؟ اسمين ثلاثه مش كتير. فانت دلوقتي لما تيجي مثلا لعيب زي امبابي، هو عنده شخصيه اللعيب بتاع زمان شويه، اللي هو اللعيب ان انا اللي اخش اخلص الماتش، انا اللي اخش اروح اي بطوله، اروح اي ماتش قدام اي حد. ايجو كبير يعني. ايجو كبيره، وفي حته كمان ان هو مش هيرجع يدافع. يعني انا كبير قوي عليا ان انا ارجع ادافع. يعني مثلا عايز اخد حته مثلا بتاعت زي اسم مثلا زي بتاعت ميسي، اللي هو لا انا مش اصلا انا امتي، ما تقوليش ان انا ارجع ادافع، انتوا دافعوا انتوا وانتوا جيبوا لي الكوره وانا اروح انا اخلص. ودي مقبوله لميسي وكريستيانو بالنسبه له؟ مقبوله لميسي عشان هم كان في منظومه عارفه تنظم الموضوع ده معايا يعني، بس هو مش كل حد هتنفع معاه طبعا. لا ما انا او دلوقتي حاليا ميسي وكريستيانو، لا كريستيانو كان في منظومه بتخدم عليه نوعا ما يعني. ماشي بس هعمل لك سكيب الحته دي. ماشي خلينا في ديمبلي
بس فدلوقتي نيجي نتكلم بقى على ديمبلي شويه. ديمبلي دلوقتي زي ما بقول هو الفرق دلوقتي كلها بتلعب بمنظومه. الفرق دلوقتي اللي ناجحه اكتر ناجحه عشان منظومه، مش ناجحه عشان عندها لعيب توب هو ده اللي بينجحها وهو ده اللي لحد ما بالظبط. يعني تيجي مثلا تعد دلوقتي هتلاقي مين؟ باريس منظومه طبعا صح. برشلونه منظومه. بس فانا ارسنال منظومه طبعا. مش عايز اقولها بس قلت خليها شويه يعني مش منظومه صغيره منظومه بس فانا المهاجم دلوقتي مش مطالب. محدش بيعمل لك حساب، عارف انت. والله انا بشجع ارسنال والله في الدوري الانجليزي بس من تحت لتحت. بس مكسوف. بقول لك بيتكلم بجد. بس لا انت برضو قلت كلام كتير قوي من غير ما تقول كلام، يعني من غير ما ما انا تقول هقول ما انا داخلك ولا ما انا داخلك بقى في موضوع ليه ديمبلي حاجه كده. ما انا اقول لك بقى ليه ديمبلي متكامل اكتر. عشان زي ما بقول لك هو دلوقتي مش مطلوب منه ان هو اجوان بس، لا انت مطلوب ان انت ترجع تدافع وتعرف تبريس كويس. يعني دلوقتي اللي بيخلي مثلا منظومه زي برشلونه ما تنجحش الهجوم، مش عارف يبريس صح على اللي قدام فبيجيب هجمات خطيره على اللي وراه. فاهمك. نفس الكلام مثلا برشلونه برضو، علشان انا بتفرج على برشلونه كتير. ديونج مثلا، ديونج لما مثلا في ماتش كان فيه ضد مش فاكر مين بصراحه، بس في ماتش كان متخاذل قوي في البريسنج فده بوظ المنظومه. فانت كل لعيب ملتزم ان هو لازم يلتزم بالتاكتكس علشان المنظومه تنجح. دلوقتي ديمبلي دلوقتي هو مطلوب منه اوفر جدا. هيجيب لك شغل صوتك اذاعي وينفع بوس يعني حسب سيبك من الموضوع ده اديني انا حاسس اعلان بيتعمل اتقالت لي كتير عامه. لا ما شاء الله. بس فدلوقتي ديمبلي مثلا لعيب بيسمع الكلام. يعني مثلا نفس القعده اللي قعدها لويس انريكي مع ديمبلي قعدها مع مبابي وانتشرت على السوشيال ميديا حته اللي هو لما قارنوا بمايكل جوردن. انت دلوقتي انت لازم ترجع تدافع، انت الليجند دلوقتي ما ينفعش تروح تجيب اجوان بس. لا انا عايزك ترجع تدافع وتوريهم ان انت ليدر بقى بتنتشر النقطه توريهم ان انت اللعيبه وداخل يخش بالظبط وتوريهم بقى ان انت ليدر، انت البطل الفريق صح، مش انت بطل الفريق انت بترجع تدافع. هل ديمبلي بالتكامل ده مع فرنسا؟ التكامل ده مع فرنسا انت مش تقول هو اكثر تكاملا من مبابي؟ لو انا بتكلم على الاثنين مع المنتخب، ما هو الاثنين مع المنتخب تيجي دلوقتي هو مع مبابي، فهو طبعا مبابي نوعا ما ديشام بيحبه شويه، فهو مش منظومه قوي. الموضوع مش منظومه بس فرنسا مش منظومه، فبالتالي فرنسا مش منظومه بالظبط ديمبلي مش ظاهر زي المنظومه اللي ظاهر فيها. مين مسيرته احلى؟ مين مسيرته حتى الان احلى لحد لو اعتزلنا دلوقتي؟ لا لو اعتزلنا دلوقتي طبعا لا ثانيه ممكن يبقى فيها كلام ديمبلي ممكن فيها عشان ديمبلي مع ديمبلي برضه كان مسيره فيها كلام شويه. مين اسرع؟ لا الاثنين قريبين بس هقول مبابي. مين احرف؟ مبابي. مين بيسجل اهداف اكتر؟ مبابي. مين بيصنع اكتر؟ دي لا فيها كلام، دي ديمبلي طبعا. ارقام حتى ديمبلي طبعا. ارقام وايز مبابي ارقام وايز عنده اسيستات، ارقام وايز اسيستات اكتر. مساهمات في الموسم اصلا ده في باريس طلع له ستات مش لذيذه خالص. مين هو؟ مبابي لما كان معاه ميسي ونيمار مديله اسيستات. اسمع ليه دول وهم ورايا بالظبط. يعني مثلا سؤال بس انا هقول حاجه عدد مساهمات ديمبلي حتى لما يعني هو دلوقتي مرعب بس لو قارنت عدد مساهماته هي اقل من مبابي بكتير. ماشي ما برضه ما انت خلي بالك لعيب منظومه. تقيس على ايه؟ الدفاع. انا بقيس مش عشان دفاع بس عشان لعيب بيسمع كلام المدرب هو عارف ايه اللي بيحصل، هو عارف هو اللي حاطط الطبخه. انا مش اختلاف. انا ممكن اسمع كلام مدرب مش هبقى احسن من مبابي عشان بسمع كلام مدرب. لا انا بتكلم في نقطه مختلفه. هو افيد. ما انت تيجي تبص دلوقتي على الدولاب حكمك ده ايه؟ تشامبيونز ليج بس. يعني انت بتتكلم ان الليجا. لا بتكلم على دوري وبتكلم على اهداف باريس التاريخي. انت عارف السنه دي ديمبلي بدا كام ماتش السنه دي؟ اظن 20 9 ماتشات. بدا 9 ماتشات في الليجا السنه دي. 9 ماتشات. بس الامباكت بتاعه يعني لعيب زي ده مثلا تيجي تشوف مسيرته في الشامبيونز ليج او بيعمل ايه في الشامبيونز تقول ان في الدوري ده دغدغه جدا. انا برضه مش متابع برضه. انت ما ينفعش تقارن مثلا ما بين لعيب بيلعب في الليجا 38 جيم او لعيب بيلعب في بريمير ليج طول الموسم والشامبيونز ليج ده الماتش الثاني ليه في كل اسبوع، ده الماتش الثاني ليه، وبين لعيب ثاني ما بيلعبش في الليجا اصلا بيلعب في الشامبيونز ليج. فطبيعي هتبقى بتضغط، طبيعي يبقى عندك المخزون البدني والانجل انك تروح ترجع تدافع وتعمل تكمله. ماشي بس انا برضه مش بتكلم على السنه دي بس. خلي بالك مش بتكلم على السنه دي بس، انا بتكلم على السنه اللي فاتت كمان واللي قبليه. وخلي بالك انا رجعت لحد يعني انا مثلا من كلامي ان انا راجع لحد برشلونه لما كان في برشلونه اخر سيزون في برشلونه لما كسب الدوري كانش متكامل بس كان مساعد المنظومه وسبب من اسباب اللي جاب لنا الدوري بعد غياب 3 سنين لما كانت ريال مدريد بعدها اتلتيكو بعد كده ريال مدريد. هو بيني رايي كله انا جمعت رايي خلاص بجد. انا مش عارف اقرا. لا ولا انا مش عارف اجيب يعني هو التكامل
انا مصدقك يا باشا. مفيش بين الخيرين حساب خلاص. انا برضو بص، انا جمعت رايي بناء على حاجه. انا جمعت رايي بناء، بس هقولها بعد ما نكشف. يلا 3 2 1. كلام بجد. اقول لك ليه؟ حاسه هو بيكره لعيبه مدريد عامه. بس صح؟ مش قادر يقول حاجه حلوه على اي حد في مدريد. بس ماشي خلاص، كده كده فهمنا، وهنشوف في الاخر بقى رناق ولا لا. ماشي. لو خذلتني ان شاء الله تطلع كذاب. طب ايه الاخبار؟ الحمد لله. بحب مصر قوي، سلسله مصر. سلسله. اسمك ايه؟ مصطفى فاخر. مصطفى فاخر. مصطفى فاخر. مصطفى انت من الناس اللي بتسمي مصر كامل؟ لا مصر عادي. حسيت بس ما إن وصلتش السلسلة للحته دي. ماشي. مصطفى كام سنة؟ فاخر كلمه انا خلاص. مصطفى كامل. كام سنة؟ 23 سنه. 23 سنه. بتشجع مين قلت؟ انتر. انت. ايه الحلقه الحلوه؟ اول مره اشوف مشجع انت لما في مشجع بريمير ليج توتنهام، في بتاع، ولما جبته بريمير ليج توتنهام مش انا اللي جاي. سبحان الله يا طيب تنوع حلو. ايه رايك يا غريب؟ لو تارو مارتينيز احسن مهاجم لا 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 لا. حتى مفيش لعيب انجليزي في التاريخ يخش لستة احسن 50 لعيب في التاريخ عامه. حلو دي. مفيش لعيب في التاريخ. هي بتلخبط شويه. مفيش لعيب انجليزي في التاريخ يخش لسته احسن 50 لعيب في التاريخ. بس انت هتزنوني من ضمن احسن احسن في 50 في التاريخ. ما طول التاريخ. لا انا ببعدها عشان مفيش فعلا. انا كنت عايزه 100. طب مين اللي قبل ال 50 يخش في احسن 50؟ يعني لو هدخل حد ممكن ريو فيرديناند، روني وهاري كين مثلا، ده اللي ممكن يقرب من الليسته. يعني فيرديناند مش من احسن 20 مدافع في التاريخ، لا. وهاري كين مش من احسن 20 مهاجم في التاريخ. لا الراجل ده لعيب، الراجل ده بس مش احسن. اثبت الراجل. طب ممكن تقول لي مثلا 10 احسن من ريو فيرديناند؟ ريو فيرديناند في الدفاع، وانا ممكن نرص ايطاليا كلها. يعني احنا ممكن نبتدي بالاساطير الاول. مالديني ماشي. ممكن كافول اللي كان باك لما كان بيلعب قلب دفاع كان بيلعب احسن منه. زامبروتا، نيستا، كانافارو، ونخش على انجلترا ممكن نقول كومباني. كافو جنبه لما كان بيتوظف كمساك احسن من كان فيرديناند. بيلعبها في 3 ورا كان بيبقى احسن منه. طب انا ليه مش فاكر التوظيف؟ ما انا مش عارف. وانا الصراحه انا قلت بس يمكن، ماشي. انا قلت يمكن يتوظف واحنا ما شفناهوش. الراجل بيشجع انتر بقى، شاف الدوري وبتاع. انا عندي ما تقول لي 10 لعيبه انجليزيين كويس يعني كويسين في أحسن؟ انجلترا. مين أحسن من 10؟ من اول التاريخ كده. ماشي. انا كده وبسرعة كده زي ما انت كده بس. هحط هاري كين، هحط وين روني، هحط ريو فيرديناند. روني مش من احسن 20 مهاجم في هتقارنه التاريخ. في اي بوزيشن، سترايكر ولا كام؟ لانه لعب في الاثنين. لو سترايكر احنا هنحط لسته فيها كريستيانو رونالدو، وهنحط رونالدو مش سترايكر قوي يعني، حرام تحطه بس لما سترايكر. لعبها يعني حتى بعد ال 30 كان يعتبر احسن منه كلاعب. بس قصدي لاعب هو كبير يعني. زلاتان حرام ابراهيموفيتش يعني انت عارف اي انجليزي مثلا قبل 2000؟ قبل 2000 مش زي ألان كتير. شيرر، بوبي طبعا تشارلتون، عارف دول بوبي طبعا. مور. الان شيرر مش من جاسبري. احسن 50 مهاجم او 50 لعيب قصدي في التاريخ. لا ما اظنش برضه، لان هي الفكره هداف إن الدوري بحس- الانجليزي التاريخي. ماشي الدوري بس الانجليزي بحس دوري صعب جدا، هو هدافه التاريخي. صعب. بس انجلترا بتحب تدي بوكايو صيت ساكا. اللعيب الانجليزي، معظمهم بيبقوا لعيبه محليه. مش من احسن 200 واحد في في ارسنال في تاريخ ارسنال. انا بسف هي الفكره ان عامه تاريخيا انجلترا بتحب تدي صيت للعيبه. بس معلش اخر 20 سنه من 2000 لحد النهارده اللعيبه اللي خدت لعيب السنه في الدوري الانجليزي كان رقم 1 فرنسا، رقم 2 بلجيكا. فده الدوري بتاعهم. يعني اللعيبه ما بياخدوش في الدوري. فرانك لامبرت، بول سكولز. حلو. انت قلت 3 لعيبه صح؟ مودريتش احسن من ال3 بعد ال 30 كاداء. حط تشافي، انيستا، ما تقدرش تحطهم في جمله مفيده. لو بس انت كسبتها بتقارن كاداء يعني تشافي، انيستا، مودريتش دول من احسن فعلا 3 خط نص التاريخ. عادي ان انت تبقى اوحش منهم وتبقى لسه تاريخ. ماشي. بس يعني انت بعدها يعني تخش في ايطاليا. اللي قصدي اقوله ممكن ابقى خط نص اوحش من مودريتش وتشافي. انا لسه ممكن اكون من احسن 5 في التاريخ يعني، فاهم قصدي؟ بس هتحط بيرلو، هتخش بقى في بيرلو، هتخش في يعني بيرلو كلويفرت، أحسن- هتخش في هولند. عارف فيرلو أحسن مشكلتي معاه فكره ان هو قال لك 50. يعني لو قل العدد شويه اقول لك ماشي، هو مفيش لعيب انجليزي اوت ستاندنج اللي انا اقول ان ده لعيب قول لي اسطوره. لعيبه من انتر ميلان في تاريخها يخشوا افضل 50 في التاريخ. كده كده انا هحط رونالدو نازاريو لازم. تمام، ده ماشي. هحط كوردوبا، بحبه جدا كمدافع عامه. كوردوبا احسن من فيرديناند. يعني لو قلت لي طبعاً. زانيتي مثلا، مع ان المدة هم اللي ده لعب فول أحسن باك منه. لعب اقل منه كتير كمده بس احسن منه كتير، وكان مفيد سواء مع بايرن او انتر. افيد من ريو فيرديناند كتير، لان ريو فيرديناند كان حواليه سكواد قوي جدا. كان جنبه فيديتش. يعني انت جنسيته إيه ليه ما كوردوبا؟ قلتش زانيتي؟ جنسيته ايه كوردوبا؟ كولومبي. وليه ما قلتش زانيتي؟ عشان لا زانيتي ما لعبش كتير كقلب دفاع مع الانتر. انا ما قلتش قلب لا، لا، دفاع. اتكلم عن بوزيشن عموماً لعيبة يخش. في لو النص. بوزيشنز لا زانيتي يخش فيها جدا. زانيتي يخش فيها جدا. وهدخل شنايدر. لما سالك احسن شنايدر يخش في احسن 50 لعيب في التاريخ. شنايدر يخش. لعب قليل جدا انا عارف كمسيره لعب قليل كرويه يعني. بس الافكت مش ما لعبش قليل، البيك بتاعه كان قليل. بس الافكت اللي عمله يعني شنايدر انا شايف انه كان يستحق البالون دور في 2010. فيها جدل، بس انا قصدي شنايدر عمل كام موسم حلو، 3 سنين حلوين. بس معلش يعني لو بتكلم عن كله. عن لامبرد، ما هو كسب تشيلسي تشامبيونز دي ليج، حقيقه. كسب ده دخل تشيلسي توب 3 بريمير بالون ليج. دور كان من 3 بالظبط.
جيرارد كان من اسباب الكامباك اللي اتعمل على الميلان في اسطنبول. ماشي. طب بالسنس كده. كسبهم انت مش كنت اقول لك كسبهم بريمير ليج، ما كسبهمش لا، بريمير بس ليج. بالسنس لو قلنا زي ما بقول لك بيرلو تشافي انيستا، انت لو بتتفرج، لو انت هتتفرج، لو عندك فرصه تتفرج على لعيب واحد، اتفرج على جيرارد واتفرج على حد من دول بالسنس حتى من غير ارقام. ده تيست، ده تيست وده تيست يعني. ده لعيب قوي، لعيب بيشوط من بره، لعيب الباسنج رينج بتاعه رهيب يعني. جيرارد ده لو انا عايز اباصي لواحد في الشيخ زايد دلوقتي هيوصلها له عنده. ماشي. بس انا بالنسبه لي بيك جيرارد كان قليل جدا كلاعب على التاريخ اللي خده، بس بيكو كان قليل يعني. هو آخر كام سنه يعني. لا ده هو ده مسيره جيرارد ولامبرد ان الاثنين كانوا كونسيستنت. مشكلتهم ان مع منتخب بلدهم ما كانوش ايه. وتخيل دول التاريخيين يعني دول ما كانوش فعالين مع منتخب. قارنهم بقى بالتاريخيين بتوع اسبانيا او البرازيل، دول التاريخيين يعني. مين احسن لعيب في العالم حاليا؟ حاليا كموسم، مش بتكلم يعني مش بتكلم مين احسن لعيب في فورمته، بتكلم الموسم اللي لسه بيخلص دلوقتي ده، مين احسن لعيب في العالم فيه حاليا؟ انا ممكن اديها لهاري كين. طيب وليسي مثلا. انت بتناقش هاري كين اهو. قلنا هاري كين حاليا بس عشان في منظومه البايرن برضه، بس انا بتكلم كتاريخيا. كتاريخيا. هو مع توتنهام كان مهاجم جامد جدا. ماشي بس ده كان مهاجم رهيب. ده كان مخليهم مع سون، مع مش عارف دالي الي، مع اريكسن، ومع كذلك وحتى لما مشي اريكسن ودالي الي كانوا جامدين جدا. ومع كذلك بيلعب في توتنهام وعنده 19 سنه. محمد صلاح كان ارقامه قريبه جدا منه. محمد صلاح لعب من اول 27 في الاخر ارقامه قليله، ومحمد صلاح كان جناح بس بيلعب في ليفربول اقوى. ده السترايكر. وانت صلاح مش جناح. توتنهام حاجه بس يعني توتنهام قعدت 10 سنين كلها بتخدم على هاري كين، في الاخر صلاح ارقامه قريبه جدا. ده كان خدام الفرقه يعني. ده كان بيسقط يستلم من تحت ويطلع سولو. ده كان بيعمل ده اللي افتكس الادوار يعني. طبعا مع بنزيما طبعا، بس هو رهيب اكتر. الدوري الايطالي ولا الدوري الانجليزي؟ لا طبعا الايطالي. تتفرج على الدوري الانجليزي اصلا؟ طبعا. كنت سالته ايه معلش؟ بيحب انهي دوري؟ بيحب مين؟ بس اكيد الدوري الايطالي مش احسن من الانجليزي بعيدا عن حبك. لا حاليا لا طبعا لا كصرف وكاعلام وكلاعب. هل انت باني الراي ده على فكره ان في الانجليش تاكس، او ان اللعيب الانجليزي بياخد بروباجندا وبي ار اكبر من حجمه؟ جدا. انا معاك في دي. ممكن. بس ده مش معناها ان مفيش لعيب انجليزي حلو على مر التاريخ او من احسن 50 يعني. انا معاك في دي ان الانجليز بيتنفخوا بسهوله يعني بياخدوا بي ار اكبر من حجمهم شويه. كول بالمر، مورجان روجرز، معاك في كل الكلام ده. بس انت برضو خدتها في حته لعيبه كويسه. لعيبه ما يعني ما اقدرش اقول ان اللعيبه دي لعيبه فشيخه وما حصلتش رهيبه. حتى يعني مين احسن جناح انجليزي؟ مش كونسيستنت يعني. مش بقول بس 3-4 سنين معاك في الموضوع. انت بتتكلم في ساكا دلوقتي، الجناح الانجليزي اللي ما جاش منه 2 ساكا. معلش ما تزعلش مني، 6 جوان ولا مش عارف كام جول، وبينزل مش افكتيف قوي. ما تقارنوش مثلا بلامين يامال، ديمبلي، كفار، حتى دوي افكتيف عنده. لولا انه انجليزي وطالع في ارسنال وابن الاكاديميه، كنت انت مثلا هديله كل الفرصه والوقت اللي خده. ارقام ساكا ايه معلش مع ارسنال كعامه اقول لك حاجه ما انا اسف، ما انا اقول ابو الارقام. لعيب زي دوكو ده معلش، ده لعيب بيشد الفرقه، لعيب بيعمل فوضى غير طبيعيه. دوكو ده بيجيب كام جون في الموسم ولا بيعمل كام؟ ماشي. هل ساكا بيعمل كده؟ الكوره لا تذكر طول الوقت، ولا تقييمك للعيبه مش طول الوقت الارقام. لما انا بقى لعيب وايد تارجت مان، ده لعيب الفرقه كلها بتطلع عليه، بيسحب الفرقه. هو انا بلوم على ارتيتا لو بيعامل ساكا ده زي ما بيعامل كلوب او ستوكر بيعاملوا صلاح، صح. كان الوضع كان يختلف، انتاجيته كانت تختلف. انما ده لعيب مطالب يسقط، يدافع مع تيمبر ومع بين وايت، وياخد المشوار الموال من اوله، وبعدين يهاجم، يطلع ياخد المشوار تاني عشان يهاجم. فما ينفعش ان انا ابقى حسبتي طول الوقت جاب كام جول عمل كام اسيست. انا صعب اشوف المنظومه ليها دور في ارقامك يعني. ارسنال حاسس صعب قوي يجيب فيها جوان. ماشي بس حتى طب مش بسبب يعني ساكا السنه دي وحش بالظبط، مش مختلف دي ما حدش هيختلف فيها، ولكن مش معناها ان حط ساكا مثلا في ليفربول، ما هيجيب جوان اكتر. ليفربول اللي هي بتاعت كلوب هيجيب. بس معلش، هو اخر مره ساكا عدى لعيب 1v1 امتى مثلا؟ كسبرنت مش سريع كجناح، ولا ارقامه في صناعه اللعب زي مثلا في صناعه اللعب بيقرب من اي جناح. الاسيست بتاع ماتش فولهام والله. فيعني هو فعلا بحس ان هو لا يعني، حتى ساكا ده اللي هو احسن جناح انجليزي دلوقتي، وراشفورد الناحيه الثانيه دكه بوش. كده تايم كده تايم مفتاح الحياه. انا شايف ان الراي ده لولا المبالغه كان ممكن اتفق معاك فيه يعني. لولا يعني لو انت ما كنتش رحت ال50، لو كنت قلت مثلا مفيش لعيب انجليزي توب 5 في مركزه ماشي ممكن تمشي، بس 50 مفيش لعيب من التوب 50 دي عملت عكس يعني. الانجليز بيبالغوا في حلاوه لعيبتهم، انت بالغت في وحاشه لعيبتهم. تصدق فعلا حلوه. يعني هي كده هي مبالغه بمبالغه. مبالغه. انا المبالغه دي حقيقيه. انا هبالغ انا كمان عشان تبقى الفتره دي كلها مبالغه. 1 2 3. لا كان مش درجه توب 50 يعني. انا بقول لك انا مش لدرجه سهل قوي انك تضحك. لا مش لدرجه توحى يعني. لا 50 دي مبالغه قوي.
الاخبار؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. اسمك ايه؟ محمد. 25 سنه. 25. بتشجع مين؟ مدريد. مدريد. ماشي. تاني واحد مدريد. تاني واحد ريال مدريد. ايه رايك الغريب؟ رايي ان نيكو باز موهبه افضل من لامين يامال. نيكو باز؟ مين ده؟ علشان الموهبه هي مش في رجل بس. فين طيب؟ 50 هنا 50 هنا. ميسي احسن لاعب، انا مدريدي، ميسي احسن لاعب في تاريخ الكوره. لو ما كانش هنا ميسي ما كانش بقى رجله ربنا، ما كانش هيبقى ميسي، كان هيبقى واحد بوظ نفسه وخلاص. عمل ايه نيكو باز ده في حياته؟ قول لي حاجه واحده عملها نيكو ايه اللي باز. هو عمله لامين ما عملوش؟ ايه اللي ناقص لامين عشان يبقى زي نيكو؟ هو هايب يامال اللي هو عليه بقى سبوت لايت وبتاع، 50% جوه الملعب 50% بره الملعب. هو مشطشط بقى وجامد وي عشان هو جامد بره الملعب، مش جامد يعني في حوارات كتير بره الملعب 50%. عشان بقى السماعه بعد الماتش لا حاجات كتير قوي بقى. بس ده ما يقللش من اللي بيعمله جوه الملعب. انا معاك. لا طبعا انا ما بقولش ان هو وحش، انا بقول ان نيكو باز موهبه احسن منه. بمعنى لو ده قعد 10 سنين او 20 سنه ده هيبقى في حته، ده نص 10 سنين 5 سنين بكتير قوي. شكرا. يعني تعريف الموهبه هي العقليه جمعا مع المهاره الكرويه. بالظبط كده، هي مش بس مهاره، أوكي. هي عقليه. شيل ميسي خالص. شيل ميسي. قول لي مين موهبه؟ مين موهبه تاني غير كده؟ لا مش تاني. رص مودريتش. لو هنا ما كانش مودريتش، يعني مثلا انا اوزيل شايف ان اوزيل كامكانيات بالنسبه لي احسن من مودريتش. امكانيات. مين اوزيل؟ اوزيل مسعود اوزيل. بس هنا لا، انا قصدي موهبه يعني احسن من مودريتش. صلاح بس هنا لا. انا لخبطت. صلاح مثلا. صلاح ماني نفس الكلام. لا ماني برضه كموهبه وكقوه وكوره كل حاجه احسن من صلاح، باينه قوي. هنا نفس الكلام برضه. فينيشر احسن، شايف فينيشر انت احسن. بتقول حاجات قريبه قوي وبتقولها كفاكت. انا يعني شايف ان مودريتش وزيل دي انت قلتها كفاكت. لا بس بعيد قوي يعني، بعيد قوي. لا صلاح بعيد قوي عن ماني يعني. لا بعد 10 سنين هفتكر صلاح. انا تهت قوي برضه. انا تهت. تعالى انت كل اراء جدليه. تعالى من الاول بس. تعالى من الاول. طب هيطلع بره ونعيد تاني. هو المينتاليتي 50%. دي ال 50%. المينتاليتي بتاعت ماني اعلى من صلاح. العكس. لا هو بيقول لك العكس. هو قصده ان صلاح اوحش بكتير كلاعب من ماني. مش اوحش بكتير، اقل منه بكتير. اقل منه. بس المينتاليتي معوضه. كمنتاليتي معوضه، ده الفرق ده. فيبقى كلمه الموهبه اعلى بالظبط كده. صلاح من ماني. لا عند ماني اكتر. بس هو انت قلت ان هو مش بيتكلم، هو بيتكلم في الاخر كانتاجيه كمسيره ان صلاح اعلى من امبابي. ليه؟ لانه عنده منتاليتي اعلى من انت لخبطتنا كلنا. اعلى من ماني. لكن هو بيتكلم في الاساس كمهاره ان ماني اعلى من صلاح. طب معلش صح كده ولا غلطان؟ تمام. 50-50. حاجه تانية اديني حاجه تانية. واحد خارج من مدريد يعتبر امشي من هنا. ده على نيكو باز. راح فرقه كومو، دي فرقه لسه معموله اول امبارح. تمام. طلع بيها ضرب نار يعني على كتفه، مفيش اي حد معانا. ايه عمل ايه؟ معلش عمل ايه؟ سجل كام هدف؟ سجل كام السنه اللي فاتت؟ مساهمات الاثنين 15 على لعيب نص ملعب. ثانيه 15 يعني اثنين على بعض. السنه دي يامال بتكلم على الدوري بس. يامال عامل 20. ده وينجر برشلونه اقوى فريق في الدوري. يامال ارقامه السنه اللي فاتت ما كانتش احسن حاجه كارقام، بعيد عن الاداء اكيد كان. السنه دي نيكو باز عامل 21 مساهمه الاثنين. يامال عامل اكتر 27. يامال عامل 27 مساهمه بس. لا ليجا بس. دوري ايطالي، دوري ما بلعبش في الدوري اي حاجه. دوري ايطالي، دوري اسباني. طيب مين بيلعب جنب نيكو باز في؟ انا مدريدي فانا بحبه، حابب نيكو باز، بس ما بفرجش على فرقه قوي. شفت الصراحه ماتش انتر الذهاب والعوده، شفت ماتش نابولي اللي خرجوهم، دي ماتش كان جامد قوي. انتر الاولاني كان احسن لاعب في الماتش 0-0. الماتش الثاني 2-0 عامل اسيست والبري اسيست، خسروا 3 عشان هم مش فرقه. طب انا هسألك انا حاجه. بتتكلم على لعيب معلش من اسباب فوز اسبانيا باليورو. كنت لسه هقول لك ليه ما ليه مع نيكو باز تألق مع كومو عمل اسيست قدام نابولي. انا هتكلم في حاجه ثانيه، هو مش السبب الوحيد طبعا. بس انا عندي سؤال جامده قوي مرتبط شويه بالسؤال ده. لامين يامال نجم منتخب اسبانيا، نيكو باز لو هو احسن منه بلاش بقى ماشي. نيكو باز لو هو احسن منه ليه اصلا ما بيلعبش في الارجنتين؟ اوكي يعني واحد شايل منتخبه وهو في نفس السن وبيكسبهم يورو، حتى لو مش بدري احسن اقول. يامال طلع وينجر برشلونه صدفه، مش ما فيش عين اللي هو ايه ده انت جامد قوي تعالى. طلع صدفه. صدفه يعني لو كان معدي فقالوا تعالى اتفضل. لا مش قصدي كده، هو طلع صدفه. ده بيتكلموا عليه من هو في لمسيه. اوكي بس ما كانش في زي نيمار معروف ان هو لو كان في وينج يمين جامد في برشلونه
ويعني كان أجمد موجود من- اساسي. أجمد من لامال يعني؟ كان لا كان ما كانش هياخد فرصته ما كانش هياخد الفرصه ولا ميسي ولا كنت هتعرف ولا اي حد لا ولا لا كريستيانو مش قوي اي كده. حد مش حتى قوي ميسي كده. نفس الكلام. انا ميسي بتكلم نفس حتى لو الكلام. وينج، حتى لو وينج عادي مش هياخد الفرصه الواو اللي خدها هو فجاه بقى رقم 1. خد يا الام. يلا يا باشا. صعب قوي، صعب قوي يكون ده راي. نيكو باز حلو بس احسن جامد. من لامين مستحيل، حتى احسن من جولر احساسها صعبه يعني. يلا بينا 1 2 3. كلنا قلنا صح بيحاول. ماشي شكرا. علي انت قلت ان سواريز اوفر ريتد وان البرشلونيين بالذات بيحطوه في حته اكبر من اللي هو يستحقها، بناء على ان انت شفت مسيرته كامله مع برشلونه ماتش بماتش. صح. انا صدقتك ومعطي صدق وايمن صدق. هل انت غفلتنا ولا ده رايك بجد؟ يا كابتن معطي انا برشلونه اكيد كذاب. لا بتتكلم بجد؟ اكيد كذاب. انت حورت علينا احنا ازاي؟ بنشجع برشلونه علشان احنا بدينا نشجع عشان رونالدينيو وميسي لما كان عندنا 2 تخاف ابطال منك والريال يعني. كان عنده 9. انت تخاف منك بشجع لاعب علشان بحط جون في دوري الابطال، كنت شجعت انا كلام مدريدي بيطلع مني. هي انا فعلا ده برشلوني منطق مش مدريدي مدريدي، اكتر. فاهم قصدي؟ يعني انت المفروض عارف ان انا بدور على المتعه، يعني الهاتريك اللي بحطه سواريز في كلاسيكو في الدوري اهم بالنسبه لي من انه يلعب ده دوري اقول الابطال لك حلو. حاجه والله العظيم انا قلت لهم اكتر حد واثق ان انا جبته صح انت. يعني انت اقنعتني. تخاف منك انت. بص الحلقه دي خبيها لخطيبتك بقى لما تكتب خبيها على عيانينه. بعدين غير يعني اسمك في العياده بقى. في غلط، يعني احنا حتى الماتشات اللي برشلونه طلع فيها في 2016 طلعنا من اتلتيكو، مين اللي حط جونين في الذهاب؟ سواريز. يا ابن الذين لما ميسي حط جون ضد ليفربول في الذهاب مين حط غيره؟ بقول لك ايه سواريز. كذاب. يعني لما سواريز بيحط جون ميسي بيحط جون، لما سواريز ما بيحطش برضه ميسي ما بيحطش، ده بيقلل من ميسي؟ لا برضه. احنا الثلاثه قلنا ان انت بتتكلم بجد. انت قلت ان اندري لعيب محل، ولو انا فاكر صح انت بنيتها كلها على ان هو في النهايات كلها اللي لعبها والماتشات الكبيره بره الدوري كان بيختفي. على كلامك احنا اشترينا كلنا ان انت مصدق، هل انت فعلا مصدق؟ مصدق طبعا. ده رايك بجد؟ محترم الحمد لله. نقطه اهي. مصدق بصراحه. ماشي. يعني انت انا عامه انا فاهم انت جاي منين، عشان هو فعلا لاعب نهايات كتير قوي من غير ما يجيب اجوان، بس شايف ان هو لعيب كبير قوي يعني هو يتحط عليه. يعني هو ماشي بس هو خلينا متفقين انت بالنسبه لك مش اسطوره، مش هو طبعا طبعا أسطورة. انا زي احسن لعيب انجليزي. لا سيبك من في الدوري ارسنال، الإنجليزي. سيبك من ارسنال، بكلمك حتى اللي ما بيحبوش ارسنال او ماشي الجامر بس ليج هو قوي، يعني بس هو مش إن هو اسطوره. لعيب لعيب لك. ساحر. هل انا اسطوره يعني هل انا كلاعب اسطوري اقول عليه عمل حتى في برشلونه مثلا لما راح برشلونه انت يعني بالنسبه للبرشلونيين هم ممكن ما يكونوش بيحب كان عندنا هنري وكده، بس مش هيبقوا معتزين بيه زي ما كريستيانو مثلا راح يوفي، لان كريستيانو ده اسطوره جاي لنا ومبسوطين وعمل اي نعم يعني عمل ليهم برضه. انا شايف ان انت لو قلت يعني في 2003 اللي هي ما بينه ان عمالين بيقولوا ندفيد ومش ما هو لا هو يستاهلها ولا ندفيد، يعني لو مين اللي كان يستاهلها ولا حد يعني لو نلغي ندفيد البلد يعني قصدي حاجه قصدي ما كانش في حد اللي هو لامع قوي، بس في الاخر يعني لو كان هنري اللي اخدها طبعا هنري لو كان هنري اللي اخدها كانت هتلاقي ناس طلعت تقول لك يقولوا بس ده المهم ندفيد كان يعني في السنه دي بالذات لا هنري اللي بص عمله الصراحه اعظم من ندفيد يعني. الصراحه انا اقول لك هنري كده ما ظهرش في الفاينالات باحسن طريقه جنب اللي موهبته يعني أنا تستحقها، مقنع. بس هو موهبه يعني أنا اسطوريه تاريخيه. انا ما قلتش حاجه كده، انا اقنعتكم صح؟ أقنعتني إن أنت مصدق. يعني لو سمعت الراي ده بعد كده هتقول ماشي. لا مش ما اظنش لا عشان انت مش يعني مش حاسس ان انت حابب تسمع عنه كده. مش عارف بس يعني كده كده خدنا نقطه كده خدنا نقطه كده في لعيبه كتير قوي ممكن يتقال عليها الجمله دي وتمشي مع مسيرتها، انما تحس ان هنري لا مبالغه شويه. مبالغه طبعا. محمد انت قلت ان نيكو باز احسن من لامين يامال، وان هو كان موهبه احسن منه، وان هو احسن من اردا جولر برضه، وان هو من احسن المواهب واضح بالنسبه لك. احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا لا بيج، احنا الثلاثه كلنا قلنا بيج. والنبي يا محمد يعني ناخد بالنا كده في اللي جاي. طبعا بحور. ايوه بقى الحمد لله. ايوه بقى هي محتاجه. بقولها حر قوي يعني. ربنا جاب لهم ميسي وجاب لهم يامال، مش فاهم احنا الواد اللي حلتنا رودريجو يعني صليبي وايه ده مش فاهم انا. صعبين قوي حسبي الله ونعم الوكيل في برشلونه. ماشي شكرا. مروان ماشي. مروان انت قلت ان تيم بوتشيتينيو هو اقوى تيم في البريمير ليج اخر 15 سنه. ماشي انا قلت كذاب وانت قلت كذاب وهو الوحيد اللي صدق. وبسيوني المالت اللي بيضحك عليه ليه عامه او ممكن يكون فعلا ده رايه على اساس انت فعلا مشجع توتنهام 100% بتشجع توتنهام 100% بتشجع. ده رايك بجد؟ ده رايي بجد. يا لهوي
هايل يا مروان. ازاي بس هايل يا ازاي مروان. فعلا هايل يعني يا انا فاهم مروان. العاطفه بس ازاي هايل يا مروان. يعني المساكين بتوع توتنهام اقوى من المساكين بتوع ارسنال حاليا. في الفتره دي بالنسبه لي على الاقل في نفس المستوى. ماشي، انا شفت الصدق في عيونه. جامد جامد. واللي لا حلو بس جامد أوي، حلو والله. في عيونه. هي ملعوبه وخطف نقطه لوحده. احمد انت قلت ان دييجو سيميوني من احسن 5 مدربين على مدار التاريخ، ودفعت الصراحه دفاع كويس جدا عن سيميوني، لدرجه ان انا الوحيد اللي قلت انت كلام جد واشتريت منك ان ده رايك بجد. هم قالوا ان انت بتحور. لا بتكلم بجد. ايوه بقى ايوه بقى. لا انت متاكد ان انا قلت ان هو بيكذب؟ انت اخترت ناس وينرز وما رضيتش على فكره انت اللي ايوه عشان غششتني. هو كان برضه بيصارع مع الناس دي، وهو فرقه اقل منهم بكتير وبفلوس اقل منهم بكتير وبامكانيات اقل منهم بكتير، كان بيصارع معاهم. يعني انت الوحيد يعني اللي واخد بيصعب ديفيد عليك بيع. والتانيين يعني ما بيصعبوهم. يعني هم كلوب ما ومورينيو. بيصعبوش عليا، بس واحد خلاص هو قدامه موسم وهيعتزل، خد بيه دوري، وبعديها برضه في 2020 عمل نفس كده برضه مع سواريز وخد بيه دوري. بص احنا الثلاثه عامه قلنا ان احنا هنحطه من احسن 10 احنا شفناهم كمدربين. 10 من 5 ماشي. يعني 10 او في حدود ال10، فانا فاهم ان ممكن حد يحبه اكتر شويه حتى لو احنا هنختلف انا يعني. غلطان فيه. ماشي. وانت دفعت عنه كويس الصراحه. حقيقي. شكرا. ماشي نور انت قلت ان ديمبلي لعيب متكامل اكتر بكتير، وحطيت كذا خط تحت بكتير من امبابي، وهو سمعك احي كبيره قوي اسكندرانيه كبرشلوني، وانت برشلوني برضه المفروض. فانا قلت ان انت بتتكلم بجد عشان انا شايفك بتكره لعيبه مدريد قوي، وهو قال نفس الحاجه. انت قلت كذاب صح؟ كداب. مين فينا كان صح؟ انا كداب. يا ابني احنا بنهرج يا ابني. انا بحس انا بقيت حساس. برشلوني برشلونه فشني على طول. يبقى انت الوحيد اللي عرفت تفشل. انت بعت لي بكرهك لمدريد، يعني حسيت ان انت مش راضي تشكر في اي لعيب، يعني مش راضي تشكر في كريستيانو ولا في فيني ولا في مبابي، فحسيت ان منطقي انك تبقى شايف ان ديمبلي احسن منه بمراحل او متكامل اكتر. ما اعرفش يعني. المهم ان انت شاطر جدا الصراحه. لا بقول لك انا الحس التحقيقي، احس اللي هو جايز كشف الكذب عندي عالي جدا. نرجع شيرلوك هولمز. الطلاب عامه ما تحاورش عليه. يعني لو كانوا بس بيحوروا احنا العكس هجيبك، انا عارفك وهجيبك. ماشي شكرا. مصطفى فاخر. انت اتفضل. انت قلت ان مفيش ولا لعيب انجليزي على مدار التاريخ يخش في احسن 50 في التاريخ. هو شايف ان هاري كين مش من احسن 20 مهاجم، وسكولز ولامبارد والشباب دي مش من احسن 30 خط نص. هل ده كان رايك بجد؟ انا الوحيد اللي قلت كذاب. انا قلت هما الاثنين صدقوك. انا مش قادر اصدق الرئيس. حته لما قعد يقول لك بقى ساكا وارون لينون، او هو ما قالش ارون لينون بس هو قال في الحته دي ايه بتكلم جد. هي كده بقى. بس كده الراجل ده كينج. يا لهوي يا لهوي. بس على الاقل انت مش كوز لوحدك. يعني خلينا احنا الاثنين في كده يا باشا. انا جيت علمت عليك، انا اسف جدا. جاي من الشيخ الشيخ ولا تقول لي استراليا ولا تقول الشيخ زايد. يعني انا ارجع 11000 كيلو كده بامبر عيش. والله عيب والله. قعدنا نقول هنفوت له. قعدنا نقول هنفوت له. بقيت قلوب يعني خلاص. ماشي يلا. والله كان نفسي انك تكسب. يعني الراجل الصراحه ضارب اطول مشوار، فكان يستحق. والله العظيم انا الشيخ زايد برضه. ضارب الشيخ مشوار زايد برضه مش مش الدرجه. في جوائز ولا الدنيا ايه؟ لا للاسف مفيش جوائز. الجوائز الوحيده هو ان انت تقدر تطلع منها تقول ان اي حد هيحاور عليك الناس خافت دي كده منك لكن انا مع ان انا يعني انا عايز اقول انا على الله حكايتي والله العظيم لا باين. لا والله ولا بس ده توفيق من عند ربنا. ده توفيق من عند ربنا. في اتنين انت مع حالك كده جايبهم لوحدك. في سنسات كده جت يعني. بس تمام يعني. انا دايما عايز اقول لك بيتقال عليا ان انا في حكمي على البني ادمين ان انا لا انت اثبتت انك بس انا النهارده لا اتغيرت. النهارده اكتشفت جانب الصراحه كينج. صح نسقف. وسقفه برضه المعطي الصراحه عشان يعني كوز حلو يعني كوز. لا احنا تعادلنا. انتوا يا جماعه وانتوا بتلعبوا معانا جبتوا كام واحد صح؟ ايه اغرب راي سمعتوه النهارده؟ قولوا لنا في الكومنتات. هنشوفكم في حلقه جايه.